الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين ورب الخلائق أجمعين إله الأولين والآخرين، أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين حبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم والجمع الطيب، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا في هذه الأمسية حول شريحة من الشرائح المهمة وقطاع من قطاعات المجتمع الفاعلة. حديثنا عن الشباب الذي يمثل 70% من سكان العالم من سن يوم إلى سن 40 سنة. هؤلاء يمثلون 70% من البشرية الموجودة اليوم. وبالنسبة للعالم الإسلامي تمثل شريحة الشباب من سن 18 إلى سن 35 60% من السكان. وفي السودان يمثل الشباب 45% من السكان، يعني نصف الشعب السوداني شباب وشريحة بهذه الضخامة وبهذا العدد الكبير لا شك ينبغي أن نوليه الاهتمام، فهو يمثل الطاقة والقوة والحيوية في الأمة. ولكن هذا الشباب الموجود اليوم يعاني مشاكل حقيقية، وأولى هذه المشاكل ضياع هويته. إذا سألت شاب من أنت وما هي رسالتك وما هي أهدافك في الحياة، القليل هم الذين يمتلكون إجابة واضحة. فالشباب أعظم مشكلة يواجهها فقدان هويته وفقد الانتماء لهذا الدين. ويؤسفني أن أقول الكلام، أرجو أن لا يكون هذا الكلام حارا على الناس كحرارة الجو، وهو كثير من الشباب الذي يهيم على وجهه بغير هدف. أشك أحيانا هل هو يؤمن بيوم القيامة أم لا يؤمن بها. والسبب أنك تجدهم يؤمنون بالقيامة نظريا. لو أخذت أي شاب من الشباب المفلفل شعره اللابس سلسل التايه ده، لو قلت له في قيامة حيقول لك في قيامة. طيب انت حتمشي القيامة بشكلك ده ولا كيف؟ القيامة دي بتمشي بخلقتك دي ولا بتغيرها؟ بخلقتك دي. انت مؤمن بالقيامة وبخلقتك دي؟ هو مؤمن بالقيامة إيمان نظري لكنه لم يعمل للقيامة. ففقدان الانتماء لهذا الدين زايد فقدان القدوة الصالحة. كثير من الشباب المعاصر اليوم لو سألته عن قدوته لسمعت عجبا. فنانين نخليهم دين ما مسلمين، واللاعبين بتاعينا نخليهم،
ديل ما مسلمين، يقتدون بالكفار، بالكفار. اللاعب فلان واللاعب علان، ويلبسوا زيهم ويعملوا الشعر ويصفف شعره مثلهم. حتى الفنايل اللي بيلبسوها الايام دي فيها صور تلقاه اي زول ما معجب بزول. شو تلقى رشه واحد عامل فيها صوره المغني الامريكي الزنجي ده المفلفل شعره عامل ضفاير وبعدين وشه قبيح لانه ما فوقه ايمان، تلقاه معلقين صور. تمشي محلات الحلاقه الشباب بيحلقوا هناك، برا تلقاه ممثل جايب لك ممثل شعره كده تمام، ويقول لك الوسيم. الوسيم ده محل بتاع حلاقه شعر. يا اخي حلاقه الشعر ده كلام بدر ده. انت ما عندك موضوع ولا شنو؟ دي حلاقه شعر حسن، وتلقى حاجات زي دي ومعلقين لها صور. هم يعجبون بهؤلاء. آخر حاجة في شافع شاب شنق نفسه عشان لاعب كورة كافر، شنق نفسه في الحمام وقال لي أبويا خلنا يملاه شنو يداهور مات. يا أخي ما يموت نسوي له شنو؟ وقس على ذلك. وشوفوا يا شباب، أول قاعدة حدكم لها في المحاضرة دي: إياك أن تحب أحدا أو أن تعجب بأحد أو أن تقتدي بأحد وأنت لا تحب أن تحشر معه يوم القيامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء يحشر مع من أحب. بتحب منه بو مارلي مبروك عليك، لكن اللي موكم سووا بعدين في القيامة حتكون مع بو مارلي، ما مع خالد بن الوليد ولا مع أبو عبيدة بن الجراح ولا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. ما تحب ليك شخص أنت لا تحب أن تحشر معه، اللي بتحبه ده تتصرف إنه يجمعوك معه يوم القيامة. المرء يحشر مع من أحب. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم اللي بيشبهوهن والمعاهم سوا وما كانوا يعبدون من دون الله وهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. فبالتالي الشباب يفقد القدوة، يقتدي بالفنانين واللاعبين والراقصين. وأقول لك بجد حسا في زماننا ده الشباب لازم يقول لك كده، يقول لك أصله يا كفر يا شنو يا وتر. ديل الطالعين فوق في الأمة المبدعين. لما يقول لك المبدعين ما بيتكلمك عن شيخ، المبدعين ديل يا زول بيغني النجوم. النجوم ذاته يقول لك نجوم الغد. تعرف نجوم الغد يعني شنو؟ الشفع الدايين يبقون غنايين. يا أخي نحن ما ناقصين، الغنايين كتار، احنا ما ناقصين. حيعملوا لنا الأزمة بتاعت غنايين في البلد. الغنايين راقدين، دايرين علماء، نحن دايرين قوات، دايرين مفكرين، دايرين مخترعين، دايرين مجاهدين. وبالتالي حقيقة الشباب يعاني عطالة وضياع. من أكبر مشاكل الشباب المعاصر الآن وجود العطالة والفراغ القاتل. ستجدهم أين؟ في الميادين وتحت أعمدة الكهرباء وأمام البقالات والبنشر ومحلات الاتصالات، وهم جلوس إلى وقت متأخر من الليل يقهقهون ويضحكون ويمرحون دون وازع ولا رقيب. إخواننا، في أزمة حقيقية، أزمة حقيقية. تلقى شاب حايم في الحلة بريدة، الشدة أنا قاعد ألاقيه، ما أعرف أنتوا قاعد ألاقيكم ولا ما قاعد ألاقيكم. تلقاه حايم بشنو؟ بريدة. بعدين في البنطلون اللي بيقصوه لحد الركبة ده اسمه برمودا
أنا لقيت لي شاب أبو ميت، الناس بيشيروا معاه الفاتحة ولابس برمودا في المغابر. يا أخي ما معقول، ما معقول أصلا. طيب تلقى شاب، معلش يا أخوانا سامحوني، دي البداية، أنا لسه ما دخلت في الموضوع. تلقى شاب ماشي في الشارع منزل البنطلون، طبعا عنده اسم ما في داعي له، عارفينه ولا اكلمكم؟ بس خلاص يا هو ذاته. تلقى منزل بنطلونه ده، انا في الاول قايل ما عنده حزام، اتاري عمية والله العظيم. ناس يحيوا يا اخي شو ده جلده يا اخي، منزل بنطلونه الشي ده موضه، خير موضه يا اخي. ما ممكن يا شباب تدخلوا جحر الضب مع الكفار، ولو دخلوا جحر ضب انخرجوا اللي دخلتموه. يا اخي بنطلون، يا اخي ارفع بنطلونك يا اخي، ده شو ده يا اخي؟ لو ما عندك حزام انا بديك حق الحزام، امشي اشتري حزام واربط البنطلون ده شو ده؟ وشوف مش البنطلون نازل لتحت، وتلقاه شايل موبايل وخاتي السماعات في اضامه. الزول مستكين ومستمخ ويطوطح في راسه، شغاله موسيقى وتلقاها انجليزيه وتلقاه ساقط في الانجليزي. يعني لو هو فاهم حاجه زوج ذاته تقول معلش، زيه لازم يكون فاهم انجليزي ذاته، بس عجبه الموسيقى وماشي مع الموسيقى. طيب العنوان بتاع المحاضره دي مقدمه على الشباب. عنوان المحاضره خطر يا شباب. حاولت ان استقصي الأخطار التي تحيط وتحدق بشبابنا، فوجدت أنها تكمن في خطرين، ومن أخطر هذه الأخطار سأركز على خطر واحد، سأمر على الخطر الأول مرورا سريعا، وسأركز على الخطر الثاني. وجدت أكثر الأخطار المحدقة المحيطة المدمرة للشباب استخلصتها في خطرين عظيمين. الأول خطر الشهوات. الشباب الذين يتفاوتون في أعمار مختلفة يعانون من الحيوية. هم شباب عندهم قوة وعندهم نشاط وعندهم حيوية وعندهم إرادة وعندهم شهوة طبيعية فطرية أودعها الله في نفوس هؤلاء الشباب وفي نفوس الرجال وفي نفوس النساء. الشباب يعاني من تحريك الغرائز وتأجيج الشهوات بصورة مزعجة. كل شيء من حولهم يؤجج الشهوات. أولا الفضائيات والشاشات. معظم الفضائيات دي أجاركم الله إلا من رحم الله مدمرة وسيئة وأفلام قبيحة ومشاهد مخلة بالآداب. وهذه مسؤولية الآباء والأمهات بالمناسبة بالمقام الأول. إعلام وفضائيات، فضاء مفتوح يبث إلينا المفضوح من الأخلاق والقيم. الشاشات هذه خطر على الشباب. يا أخي الشباب خليه، والله الناس الكبار خطر عليهم. والله في ناس جابوا لي سؤال قال لي يا شيخنا أبوي عمره 70 سنة والله دخلنا الديجيتال، الزول ده بس مباري الديجيتال ده بقى والله العظيم فاتح خشمه ويحضر. بعدين جابوا لي قمت قلت له يا خلاص يا حاج الكلام ده مبجوز، البنات دي عريانات والصور دي كعبة وكل من يغضوا من أبصارهم وكده. عارف قال لي شنو؟ قال لي يا شيخنا أنا ما عندي شغل مع البنات، أنا بحب الدقش. قال لي ده عمك قال لي المسدسات والحاجات دي. قال لي يا أخي MBC 2 بس. قال لي أنا ما عندي حاجة تانية بس MBC 2. قال لي يا أخي أنت خليت حاجة يا أخي
عمره 70 سنة. يا أخي الصور اللي بيجيبوها دي والله العظيم خطر خطورة. ما تقول لي أنا عندي إيمان وبس داير أفرج الأخبار. أخبار شنو؟ يقول لك الأخبار بس فضائيات خطرة وصور عالية ولا تتفرجوا. تجد أخوانا بالمنطق بالراحة الشباب ينظر إلى هذه الصور ولا يجد متنفس حلال. أين سيذهب؟ ما الذي سيحصل؟ بصراحة سيحصل الفساد العريض والفتنة الكبيرة والدمار، وسوف أتحدث بوضوح في هذا الموضوع. الأطفال مع إسبيستون قناة شباب المستقبل. والله ما فيها مستقبل. المستقبل مع الكنيسة والفار. في كنيسة وفار بيعملوا مستقبل للأمة؟ مستقبل شنو؟ ده وهم ده، والله ما في مستقبل. يا اخواننا شبابنا الآن تربيهم جهات مشبوهة. انتوا عارفين الإعلام العالمي ده من يقف وراءه؟ تقف وراءه الصهيونية. فنحن نسلم أبناءنا وفلذات أكبادنا إلى الصهيونية، فإذا فسدوا وانحرفوا بكينا الدم بعد الدمع ونقول الشباب انحرف، الشباب ضاع، الشباب في خطر. من الذي رماهم في وجه الخطر؟ من الذي رماهم في وجه الخطر؟ حسن الأيام دي أيام إجازة صيفية. كنت أقرأ في ترجمة بعض الشباب سفيان الثوري يقول عن نفسه: ولو رأيتني وعمري 5 سنوات وطولي 5 أشبار ووجهي كالدينار ونعلي كأذني فار وأنا أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار أجلس بينهما كالمسمار كأني جذوة من النار قلمي كالموزة مقلمتي كاللوزة محبرتي كالجوزة إذا دخلت قالوا وسعوا للشيخ الصغير. عمره 5 سنوات يجي شال كراساته وأقلامه وقليلوني ودقيق وصغيروني. لما نجي الناس بيقولوا الشيخ جاء يدون علم تجيب. حس عمره 5 سنوات ده أديه البطل. بس أديه البطل. يقول لك بابا داير بطل. قال انت بطل؟ طيب داير بطل، أديه البطل. وكرة الشراب اللي بيعلقوها في العمود اسمها شنو؟ دي فلفلت ولا اسمها شنو؟ سلكت ولا شنو؟ سلكت. وطقيش البلي عاد من قاط فيه نجاطة جد ما يطقش البلي طقيش. يا أخي جاني شافع سألني قال لي صايروني، قال لي يا شيخنا البلي حرام؟ قلت أجيب حسب فهمه. قلت له خرج؟ قال لي خرج. قلت له حرام؟ قال لي 5% ما حرام ما في حد. شو الشافع يا أخي عمره 5 سنوات يمشي الزهري وعمر بن دينار وشايل كراسات. شوف الوصف الوصفه عن نفسه ده رجل عالم عمره 5 سنوات وعالم. 5 سنوات يا أخي لحد يوم من ابن أمه في السرير يقول لها يوم أنا خايف. 5 شنو والله تلقى 17 سنة يقول لهم أنا خايف. فبالتالي أقول لكم بكل صراحة الشهوات من أكبر الأخطار التي تحيط بالشباب. الفضائية انتهينا منها. أمسك الموبايلات. الشباب الآن في الموبايل يحملون الصور والأفلام والقبائح. ممكن تلقى في موبايل عادي من شباب تلقاهم يتفرجوا مع بعض يقول هاك اتفرج هاك شوف. وكلها متعلقة للأسف الشديد بالجنس. ليه؟ الغرائز. لما أكلمكم بصراحة شباب غرائزه مثارة وبدون إيمان ويقين هذا قنبلة موقوتة في وجه المجتمع. هذا خطر على الأمة والله خطر. يعني
يشوف ده الموبايلات، الإعلانات خليها الشارع، التلفزيون ده ما جوا التلفزيون، لكن في حاجة برا في الشارع ده ماشي بكرعيها، تجي ماشية قدام عينك لابسة ضيق ولابسة لبس سيء. العلاقة هذا الزمن صارت علاقة مفتوحة. زمان في حاجة اسمها عيب وحرام وما يصح وعاداتنا وتقاليدنا. الآن كونه تلقى لك بنت ولد ماشيين في الشارع وخدت يده فيها، الموضوع ده عادي جدا، عادي. لا أنا أقدر أتكلم، لا تقدر تتكلم أنت، ولو تكلمت يطلعوك أنت غلطان، عادي جدا. وأقول لكم حاجة يا إخواننا، أمكن تكون مرته صح، ممكن ولا ما ممكن؟ وارد. إذا كانت مرته، هل يجوز للرجل في الشارع العام يمسك مرته كده؟ انتوا الناس المحترمين قاعدين تمسكوا نسواكم في الشارع؟ انتوا المحترمين قاعدين تمسكوا نسواكم؟ قطع السد ما مرته، لأنه لو كانت مرته كان حيحترمها، لكن لأنها هي محترمة وما احترمت نفسها، عادي جدا تلقيه يمسكها من يدها، عادي. أسوأ شيء أنا ما زعلان إنه ماسكها من يدها، زعلان من نحن الجبنة أننا قاعدين نتكلم. والله كان اتكلمت يودوك الحراسة، يقول لك أنت أمير المؤمنين. لا أنا ما أمير المؤمنين، لكن أمير المؤمنين غايبة، أسوي له شنو أنا؟ وين أمير المؤمنين؟ طيب أنا ما أمير المؤمنين، أمير المؤمنين وين؟ مشكلة. الشهوات تحيط بالشباب إحاطة السواد بالمعصم، في كل مكان شهوات. تمسك المجلات، الإعلانات، الفضائيات، الإنترنت. الشباب يدخل على الإنترنت ويدخل المواقع الإباحية ويتلذذون بالنظر إلى الصور وينقلون ذلك إلى الموبايلات. إذن هذا خطر، والله خطر عظيم يواجه الشباب في هذه الجزئية. أسوأ شيء ليس المنكر سيء، ولكن الأسوأ من المنكر الجرأة على ارتكاب المنكر، وهذا خطر. ليه؟ شوف يا أخوانا كلام واضح وصريح: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أم المؤمنين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أنهلك وفينا صالحون؟ ماذا كانت إجابة المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أنا ضد استعمال العنف مع الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكني أيضا ضد الخنوع والذل والاستكانة والتأقلم مع المنكرات والسلبية في التعامل مع الأحداث. يا أخي يا إخواننا، أي واحد فينا ينضم ما شاكله قول له ده غلط. لو أنت رأيت كبير قول له يا بنتي ما صح، يا ولدي الكلام ده ما صح منكم. يا أخي بيقفوا في الشارع وفي الميادين وفي الظلمة شنو يا أخي؟ بيقفوا في النور دي. الظلمة دي كان ناس زمان المحترمين بيقفوا في الظلمة بيدسوا، حسنا ما في ظلمة. والله عينك يا شنو يا تاجر، عينك يا مسلم، يعملوا قدام عينك والأمة ساكنة. والله يا إخواننا نحن ميتانين. سفيان الثوري رحمه الله كان يقول: إذا رأيت المنكر ولم أستطع تغييره أبول يوم أن أبول في بيتنا دما. قال: كان شفت لي منكر وما قدرت أغيره، أمشي في البيت أبول دم. غضب لله. يا أخي الناس ما يغيروا للدين، ما شاكلوا الناس. أي زول يستعمل لسانه ده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. نحن يده دي ما ناس يده نحن. فمن لم يستطع فبشنو؟ لسان. مسي زول
لكن لو ثبت لابسه ضيق ركبة الحافلة، أي راجل في الحافلة ينطعب وكشر وشه وصر وشه بس، دي ما رسالة وصلت للبيت. لما تجي ماشية جنب البقالة وجنب الدكان وتركب ركشة وتركب هايس والناس كلهم يتضايقوا منها ما يتكلموا معاه، فقط يظهر الغيرة والغضب لله، في بيت بتلبس ضيق تاني. يا إخواننا والله مشكلة، أنا مكلوم الجرأة في الباطل. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نتيجة الشهوات كان شنو؟ نتيجة الشهوات، معلش يا إخواننا ما تزعلوا عاد الحقائق بتتدسل. نتيجة الشهوات ارتفاع وازدياد عدد المصابين بالإيد، وعدد المصابين بالإيد في السودان أكبر من عدد المصابين بالإيد في الشرق الأوسط كله بما فيه إسرائيل. يعني كان جبت الدول الموجودة في الشرق الأوسط كلها والسودان، المصابين بالإيد في السودان أكثر من ده كله. إذا كانت دار اللقطاء في الميقومة بتستقبل كل ليلة تستقبل الدار مولودين لا أب ولا أم لهما بمعدل 64 طفل كل شهر، 900 في السنة ولا 700 وكسر في السنة، دين لا عندهم ولا عندهم أبو. هذا خطر كبير جدا، خطر الشهوات، خطر الغرائز المؤججة. وهذا الخطر مع الخطر الثاني الذي سوف أركز عليه، سأذكر الحلول والمعالجات في آخر المحاضرة. كيف نواجه الشهوات، كيف يواجه الشباب الشهوات، وكيف نواجه الخطر الثاني الذي سوف أتحدث عنه الآن. الخطر الثاني ما قلنا خطر يا شباب، عشان المحاضرة ما تتسع وتتشرع، الأخطار كثيرة جدا. العطالة خطر، رفقاء السوء خطر، لكني سأركز على خطرين، الأول الشهوات والثاني المخدرات. وسوف أركز على المخدرات بصورة واسعة، يعني هتكلم أكثر عن المخدرات. طيب، قسمت المخدرات إلى قسمين، مخدرات ثقافية، وهذه أغلب الناس يتعاطاها. مخدرات ثقافية، الاستسلام للكفار، اتباع مناهج الكفار، تقليد الفاسقين والفجرة من الكفار، دي اسمها مخدرات ثقافية. متابعة المسلسلات والأفلام. يا إخواننا والله أنا مقتنع إنه الإعلام ده خطير. أول حاجة المسلسلات دي عندها رواد، حسب ضرب ده لو فيه دكان ولا فيه مطعم فيه تلفزيون برا، وقت المسلسل بتلقى الناس واقفين كده. لو واحد ساكت كورة الناس دي كلها يقوموا فيه، الناس دي كلها يتابعوا كده يندمجوا، وفي الحلقة الأخيرة يبكوا بدموع شر دموع تجري. طبعا ناس الإعلام خطيرين، يجيب لك معاهم موسيقى حزينة، وده البطل انت 30 حلقة متابعه، والبطل ده لما مع أهله وتقالدوا والناس فرحانين وتلقاه دموعه جرت. قال مالك؟ قال البطل طلعوا براءة. قال يا أخي ما تبقى موهوم قد انت، ما تبقى بطل أكثر من البطل ذاته. يا أخي الناس بيصدقوا بالجد. يا أخي واحد كلمني قال لي جاني بنفسه، قال لي لقيت أمي بعد صلاة العصر يا الله تلم الملقة ولاداتها، قال لي يما دي منه قسيت على التلفزيون. ومبارح في الحلقة بالليل ولاداتها راحوا، هي قاعدة تدعو في صلاة العصر بدون الملاوي ولاداتها. أنا حقوها بصدقت، قال الموضوع جد.
قالت يا الله تلم المرأة بولاداتك. الزول حكى القصة ده قال لها دي أمي، قال لها يما دي ابنه دي، يتخيل ذاته قاعد دي مرة في الحلة ولا في الخرطوم ولا في، قالت لها دي مرة في التلفزيون. إخواننا ما معقول، ما معقول، دي مخدرات بالمناسبة، يخدرونا والله. نحن شوفوا الجيل الموجود ده، الجيل اللي بيشاهد التلفزيون ده ما ممكن يشيل له سلاح ولا يدفع له عدو ولا يحرر بلد. يا أخي ما قادر يحرر نفسه من الهوى، يقود معركة الكرامة والمصير في الأمة ولا يقود له جيش؟ يا أخي الواحد تلقى قاعد مع البنات في النجيلة، الليست كان ضرب، يقوموا جارين، يقولوا ناس خليل جو يقوموا جارين كلهم، يخلوا البنات يقوموا جارين. يا أخي الدين يقول ما في رجالة، ما في رجال ومروه وشهامه. يا اخي واحد تلقاه شاب ممسح بالكلام املاس، اختك بتسوي شو طيب انت؟ شو ده يا اخي؟ خليك راجل اغبش ورجل سخن وخليك زول حار يا اخي، تتمسح بالكلمات وتعمل شعرك كل مره يعمل في شعره كده. الشباب محتاج فعلا الى مربين، كما سوف نعرف المخدرات الثقافيه والمخدرات الحسية. المخدرات الحسية الخلاني أعتبر المخدرات خطر مثل الشهوات. شنو؟ يلا اسمعوا معي هذه الأرقام والإحصاءات المخيفة، بس أرقام حوريكم بالأرقام بس ما تخافوا. في السودان العالم خليه يا إخواننا، شوفوا العالم الآن فيه كم واحد بيتعاطى مخدرات. عدد الذين يتعاطون المخدرات في العالم 200 مليون نسمة. عدد المسلمين كم؟ عارف في كم مسلم مسطول؟ أوريك في كم مسلم مسطول في العالم الإسلامي؟ 10 مليون. ده البر الشبكة 10 مليون مسطول في العالم الإسلامي. عدد اللي بيتعاطوا المخدرات في العالم 200 مليون. ال10 مليون بالنسبة ل 200 مليون قالوا بيساووا تقريبا 20% من عدد الذين يتعاطون المخدرات في العالم. طيب السودان العالم خليه، نحن نشوف السودان ده، الذين يتعاطون المخدرات في السودان من سن 18 لسن 40. اللي بيشرب المخدرات في بلدنا الآن شوف العدد ده من 18 لكم 40. المصابين بالإيدز في السودان من سن 16 لسن 45. نحن ما انتهينا. المصابين بالإيدز من سن 16 لسن 45 والبيتعاطوا المخدرات. والمعلومة الغريبة جدا وحضطر أقولها لأول مرة تكشف الأرقام والإحصاءات والمصادر المسؤولة في البلد أن الذين يتعاطون المخدرات من سن 18 ل 40 وفيهم نساء. فيهم شنو؟ زمان ممكن تلقى راجل بيشرب بنجو لكن ما بتلقى بنت تشرب بنجو. في نسوان بيشرب بنجو لكن التقرير قال وهن قلة لكن موجودات. في شهر 8 سنة 2009 السنة الفاتت القريبة دي في مطار الخرطوم ضبطت فتاة تهرب 11 قندول بتاع بنجو عبر مطار الخرطوم في البوت بتاعها وهي في سن 20 من عمرها. قبضوها في المحاولة الرابعة، قبل كده طلعت بنجو 3 مرات. مرة تتاجر في البنجو وتودي البنجو فتاة عمرها 20 سنة تودي البنجو إلى دول الخليج. الكلام ده جابوه في الجريدة. طيب الأرقام والإحصاءات بتقول شنو؟ اسمعوا الأرقام المخيفة دي. الأرقام دي خلتني أعتبر المخدرات خطر.
طيب، وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود أعلن في البرلمان السوداني أن المال المتداول في السودان من المخدرات ضعف المال المتداول من البترول. البترول السوداني بيساوي 4 مليار دولار، معناها المخدرات الحايمة جوا البلد بتساوي كم 8 مليار دولار. شوفوا، واخطر معلومة، قلت كلها معلومات خطيرة، اخطر معلومة يلا يجهزوا ليها. اخطر معلومة تقول 20% في السودان من الذين يتعاطون المخدرات طلاب الثانوي. يعني الناس اللي بيسطلوا، إذا كانوا في السودان في 5 مليون بيسطلوا كويس، خمس 5 مليون ولا ربعه، خمسه اللي هم كم مليون، دول كلهم طلاب ثانوي. أما طلاب الجامعات الذين يتعاطون المخدرات إلى هذه اللحظة لم توجد نسبة دقيقة لتحديد عدد المتعاطين من الشباب في الجامعات السودانية للمخدرات، لكن طلاب الثانوي استطاعوا أن يحصروهم 20% من المتعاطين للمخدرات في هذه البلاد من طلاب الثانوي. ونحن واطاتنا شنو؟ ظلمت، أصبحت وين؟ دي أصبحت نحن واطاتنا ظلمت. إذا كان 20% من بضاعات المخدرات طلاب ثانوي، احنا ما جامعة، ثانوي، هذا يعني أننا على خطر. مش الشباب، احنا ذاتنا كلنا، المجتمع على خطر. طيب، إذا كان الأمر كذلك، أنواع المخدرات عند علماء الاجتماع والقانون تنقسم إلى قسمين: مخدرات طبيعية، شجر كويس. طبعا الناس بيحتجوا، يقول لك يا مولانا الشيء ما شجرة، انت محرمها علينا، ما لا ده شجرة كويس يا أخي، شجرة ضارة، شجرة ما لا ضارة، وقومتها انت وعملتها انت. وفي مخدرات صناعية كالتي تحقن وكالتي تشم وكالبودرة، الهيروين والكوكاوين وغيرها. في الجريدة جابوا كلام خطير، قالوا في طالبات بتعاطوا، بتعمل بودرة وبتسلم على رفيقتها سلام القبل والخدود، ودي بتعتبرها بودرة عادية وبتقوم تشمها. قال البنت البريئة اللي دايرين يصيدوها المسكينة بالصدع، لما تجي تقابلهم ثاني يوم ولا ثالث يوم وبرضه يسلموا عليها وتشم البودرة، الصراع بتاعها